سلام شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو الشاميه او حلوة الترك. كامل تحبوها على بالي، وماذا بيا كامل تحضروها في الدار تفرحوا بها ولادكم، وجات بزاف بنينه. نبداو على بركه الله. المقادير: عندنا 2 كيسان تاع جلجلان كنت حمصتهم على نار تكون هادئه وحتى يعطونا هذاك اللون الذهبي. وعندنا كاس تاع فرينه كذلك كنت حمصته كما راكم تشوفوا حتى يعطينا كذلك هذاك اللون الذهبي، يعني متحرقوهاش ولا خلوها تولي ذهبيه هاك. هاي ليك بعد ما حمصت الفرينه قلت لكم عندنا كاس، وعندنا 2 كيسان تاع جلجلان. هذا كان خاصو غير ربع، تحبوا تعمروا تحبوا ديروا كيما انا. وعندنا نص كاس تاع زيت، وعندي هاد المكسرات، وعندي كاس تاع لحظة حليب بودرة، وكاس سكر ناعم، وهنا عندي ملح وعندي سكر خاشين هذاك، وعندي مغرف تاع فانيلا. نبداو على بركة الله. عندنا الجلجلان نبداو نرحو فيه مادامو سخون باش يطلق هذاك الزيت تاعو، ونضيف له كذلك من هذوك المكسرات باش يزيد لي في البنه. هنا زدت له مكسرات، ما كثرتش، خليت باش كذلك ندير ديكور الفوق. ديروا غير شويه، تحبوا ديروا غير الكاوكاو، تحبوا ديروا غير الجلجلان كما تحبوا. انا غير باش يزيد لي في البنه برك. وهنا نبداو نرحو فيه حتى يولي شويه سميد هكا، شغل يرطاب في يدنا كما تشوفوا. انا بديت نرحي فيه، بعد نضيف له مغرف تاع السكر والملح. ماذا بيا متكثروش، ديروا غير نص مغرف صغيره تاع ملح باش ما يجيكمش مالح. ونضيفو كذلك الزيت. الزيت نضيفو غير بشوي، ونشوفو اذا جانا سائل بزاف ولا مهم ما يكونش سائل بزاف يكون مليح. هنا نبداو كذلك بالاشوار نخلطو فيه. هاي اللي كان بعد ما خلطناها كان يخصها شويه زيت، مازال ما عطاتنيش هذاك القوام اللي نحتاجه. ونزيد كذلك نخلط، ونشوف غير بشويه ونشوف اذا لحقت القوام المطلوب. ما كان لا تكثروا الزيت بزاف ما تجيكمش مطلوقه. هاي اللي كيما هنا كان يخصها الزيت، كنت زدت لها كذلك. نخدمو هاد الطحينه يليق هكا ندير غير بشويه زيت حتى تحصلي على القوام المطلوب. وهنا يليك بعد ما رحيتها وتحصلت على القوام هذاك اللي كنت حاباته. شوفوا كيفاش تجي معنا، ليك تولي شويه سائله هاك. راح نزيد ندربها المره التاليه باش كلشي يتجانس مع بعض.
وهنا بعد ما خلطتها للمرة التالية هاي ليك، شوف كيفاش جاتني. وهنا راح نبداو بالنواشف قاع نخلطوها مع بعض، هذيك الفارينة وسكر كلاصي، ونزيدو حليب بودرة، نخلط كلش مع بعض، ومن بعد نبداو نضيفو لهم في الطحينة هذيك. نخلط كلش مع بعض، وراح نبدا نزيد في الطحينة حتى تتماسك معايا قاع هذيك النواشف. وبالنسبه لحلة الترك هذه جات بزاف بنينه وبنتها كيما تاع المحلات نيشان. نتمنى كامل تجربوها في الدار وتشوفوا كيفاش تخرج معاكم. هنا نبداو نخلطوا كلش مع بعض. هنا ماذا بيك تولي تخلطي بيدك خير، لانه راح شويه توليك شغل تعجني فيها باش يدخل كلش مع بعض كما راني ندير انا. اذا جاتكم شويه حسيتوها ناشفه زيدوا لها غير شويه تاع الزيت باش تتماسك معاكم، كما انا نزلت لها شويه تاع الزيت باش تحكمت معايا. شوفوا كيفاش تعجنوها، دخلوا كلش مع بعض. شوفوا كيفاش تولي كي العجينه متماسكه. وهنا راح تجيبي الحاجه اللي تحبي ديريها فيها، كما انا كانت عندي بورتمونجي درتها فيها ودرت هذاك الورق الشفاف باش ما تلصقليش من تحت، وبديت ضفتها على مرتين لانه كنت درت لها الشيكولا من في الوسط، وكان عندي هذوك المكسرات كذلك زدت درت لها في الوسط ومن الفوق. وانتي اذا ما عندكش تقدري ديريها هكا عادي بلا ما ديري حتى حاجه، ولا تحبي تضيفي لها غير الكاوكاو من الفوق. كل واحده واش تحب دير التزيين اختياري. هاي اللي كنسوي قاع هذاك السطح مليح، ونضيف الكاوكاو هذوك المكسرات، ونضيف عليه الشيكولا. كنت ذوبتها طبعا. واللي ما تحبش دير هكا يعني كما تحبي انتي واش تحبي ديري. المهم حلة الترك جات بزاف بنينه. وماذا بكم ما تكثروا لهاش الملح باش ما تجيكمش مالحه، ديروا غير شويه تاع ملح قرصه برك غير باش تعادل هذاك الذوق. ونزلت الطبقه الثانيه سويتها مليح. هاي ليك.
وزدت لها الشيكولا وزدت المكسرات من الفوق ودخلتها في الفريجيدير. بالنسبه لي انا خليتها ليله كامله باش تماسكت معايا. ماذا بكم تخلوها ليله كامله حتى تشوفوها جمدت وحكمت روحها مليح، ماشي تخلوها في الفريغو الفوق ولا غير تحت، حتى تتماسك مليح وتنشف. ومن بعد بالصحة والهنا تاكلوها ان شاء الله. هاي ليك بعد ما كنت خرجتها من الفريجيدير وكانت تماسكت. نتمنى تجربوها، ما تنسوش تدعمونا بجيم وتعليق واشتراك للقناة باش يوصلكم كل جديد. هاي ليك حلة الترك، ونتمنى تعجبكم وتهلاو في رواحكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.